نفتح لكم من جديد مشاهدينا الكرام. بنتواصل فقرتنا القادمة أعلام في الإعلام. معنا الإعلامي الشاب من دولة الصومال الشقيقة عبد الكامل يوسف محمود، مدير سابق لقناة إفريقيا الرابعة وكذلك إذاعة راديو تسمو، وعامل أيضا في العديد من الإذاعات كإذاعة مقديشو ونيروبي. أهلا بك. أهلا وسهلا. أولا أشكر إدارة القناة العالمية وإذاعة إفريقيا المسؤولية والموظفين، كما أنني أحيي إدارة العليا في الجامعة من مدير الجامعة جامعة إفريقيا العالمية بروفيسور كمال عبيد وموظفي والطلاب جميعا، وتحية خاصة لكم المقدمين هذا البرنامج. وكمان أقول المشاهدين والمستمعين أحييكم رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا سعيد جدا أكون معكم في هذا البرنامج وأشكركم. ممكن تحييهم بالصومالية ما خلدوا ما شاء الله. sidoo kale waxaa u hambalyeynaa ama salaamaya dhammaan maamulka iyo howlwadeennada TV-ga idaacadda iyo jaamacadda Afriqiya iyo dhammaan daawadayaasha barnaamijka daawan. أفهم نحيي لك إن شاء الله. تصل إن شاء الله الحياة اللي أنت ذكرتها. قلت نفس الموضوع، نفس التحيات لجميع المستحقين للتحية. أنا سعيد جدا الليلة أكون معكم في هذا البرنامج. من اسمه هذا البرنامج يعني يرحب الناس الذين يشاركون برنامج مرحبا. أنا سعيد جدا. نعم. الإعلام طبعا أنا لما لقيت اسمك والمقدمات ومدير وافتكرتك زول كبير ما شاء الله، زول شاب وعندك مجموعة من الحاجات. يا ريت لو ذكرت أو حدثنا عن بداياتك في الإعلام، خاصة أنه الإعلام بحر كبير جدا لا ساحل له. أكيد، ربما كبرت قبل أواني. ما شاء الله. أنا طبعا ممكن أقول لكم مهنة الإعلام جرت في دمي. يعني بدأت هذا المهنة منذ صغري. يعني كنت أدرس في المدرسة وبدأت أتدرب بهذا المهنة، ثم خلال في هذا الزمن بدأت أن أشتغل في الإذاعات. يعني في السودان طبعا المدارس فترتين، الإعدادي الابتدائية والثانوية، لكن عندنا 3 فترات: ابتدائية إعدادي وثانوية. في فترة الإعدادي أنا كنت أدرس المدرسة وبدأت الإعلام. من بداية الإعلام دخلتها، يعني كنت موهوب يعني في هذه المهنة، في برنامج الطابور الصباحي ثم نشاطات المدرسة. كنت أشارك كثيرا، كنت موهوب بهذه المواضيع. بعد ذلك مشيت إلى مدرسة أو مركز تعليم بالإعلام. كان من أساتذة المركز يعني المشهورين الإعلاميين في عاصمة الصومال مقديشو، ثم تعجبوا كيف أتفاعل بهذه المهنة، فطلبوا مني أن أتدرب في الإذاعة. بدأت تقريبا نهاية 2005 أتدرب بالإعلام. بداية سنة 2006 أصبحت إعلامي يقدم البرنامجات والأخبار أيضا. ما شاء الله. يعني هي الإعلام أصلا هو نتج يعني عن موهبة، مش يعني القدر. يعني هو اللي أنت يعني عايز تكون حاجة وبقيت. يعني في ناس بتخدمه صدفة يا الرغبة أحيانا. أيوة. نعم. يعني طيب، عايزين نعرف الصعوبات اللي واجهتك أثناء مسيرتك لحد ما وصلت ما شاء الله يعني المرحلة اللي أنت فيها. والله ما كان لدي صعوبة كثيرة في هذه المهنة عند البداية. طبعا أنا كنت موهوب، لكن ما كانت رغبتي أكثر. فعند بداية المهنة أكبر صعوبة لقيته من أهلي، من أمي، ثم الأهل هم يخافون لأولادهم أن يشتغلوا مثل هذه المهنة. الصحفي هو يكون تارجت أو يكون هدف من جهات المختلفة، الذي هو يتحدث فيهم عن أخباراتهم. لذلك أكبر صعوبة واجهته من أهلي كيف أقنع أن أشتغل في هذه المهنة. أيضا تقنع أهلك، وأنت عشان تكون إعلامي تقنع الآخرين كذلك محتاج معينات كثيرة جدا، ومحتاج مجهود كثير جدا في مجموعة من الأشياء. يا ريت لو وريتنا الأدوات اللي تسلحت بها حتى أصبحت إعلاميا مميزا.
الحاجات الذي يستخدمون الإعلاميون متوفر أكثر. الآن ممكن الناس أكثرهم أصبحوا إعلاميين لأن يستخدمون الفيسبوك، السوشيال ميديا. نعم. يستخدمون. انت ما بديت من كان 2005 والحاجات دي ما في؟ كان في، لكن يعني ما منتشرة. الانترنت وحاجات زي ده كان صعبة بالنسبة لنا في مقدشة كمان. لذلك أنا تسلحت به، يعني كنت أحب أن أقرأ الجرائد وحاجات زي ده، أطالع في الإنترنت، أفتش أخبار العالم. أنا قرأت كثيرا في كل يعني شيء أريد أن أتحدث فيهم ألحق بحاجات من العالم. لذلك كان برنامجاتي أو أحيانا في الأخبار التي أقدمها للمجتمع كان يعني جميل جدا، وكان حبون الناس. نعم. وتطورت بهذه الطريقة. في كل المجالات بنجد انه الانسان بيكون عنده قدوة قدامه او شخصية اثرت في حياته، يريد ان يسلك مسلكها حتى يكون مثل هذه الشخصية او افضل شخصية اثرت في حياتك الاعلامية وساهمت في نجاحاتك. طبعا أكيد في الشخصيات بمستوى العالمي وبمستوى الصومال كمان. ممكن أذكر في الصحفي اسمه يسرف فوذا الذي كان يشتغل الجزيرة ويقدم برنامج سر للغاية. ممكن في صحفي مستوى العالمي أيضا هو صومالي، راجع أومار بالجزيرة الإنجليزية. في صحفيين داخل الصومال مثل رحمه الله صحفي اسمه عوكة توفي، لكن هو من صحفيين الكبار الصوماليين وإلى ذلك. نعم. طيب يعني أنت لو ما كنت إعلامي كنت حتكون شو؟ لو ما إعلامي حتكون شو؟ وليه اخترت أصلا مجال الإعلام تحديدا؟ أنا كان مجالات ثانية كثير الواحد ممكن يلمع فيها ويضع بصمة وكذا. إيش معنى الإعلام؟ كان لدي أصلا طموحات وما زال في بالي، ومنها أكون مدير، أكون قائد، أكون مثلا زول ناشط بحاجات الخيرية أو إلى ذلك. يعني كنت أفكر دائما أقدم للمجتمع شيء يفيدهم. كنت لا أفكر بنفسي ولا بأهلي، أفكر كيف أفيد أو أساعد الآخرين من المجتمع الصومال، مجتمع المسلمين أو عالميا أيضا. طيب طالما خلاص انت بعد الغدر ساقك للاعلام، سؤال هاجر خليه انت ليه اخترت الموضوع ده؟ بعد ما اخترت وجيت بيكون عندك طموحات كبيره جدا، خاصه انه الاعلام ما عنده سقف محدد كده انك تقول خلاص وصلت. طموحاتك المستقبليه شنو؟ يتعلق بالاعلام؟ بالاعلام اكيد اكبر طموحاتي في الاعلام هي انا افكر كيف اصلح الاعلاميون الصوماليون الذين لم يتعلموا الإعلام أو ليس على طريق الصواب. هم يقولون نعم، هم عن يقولون طريق عمل يعني دورات تدريبية، مراكز تدريبية للطلاب الصوماليين. أكيد نعم. أفكر في الصحافة ذو الحدين، صيف ذو الحدين، حد الكذب والخيانة وحد الصدق والأمانة. كيف المسلمون جميعا وخاصة الصوماليين يستخدمون في هذه الحد الإيجابي؟ أفكر فيه كثيرا، رغم أني الآن يعني أعتقد بأن كثيرا من الناس أو كثيرا من الصحفيون لا يستخدمون الحد الإيجابي. هم يفكرون أن الناس يحبون المشاكل، لذلك يركزون أن يتحدثوا عن المشاكل فقط. تحاول تبث من خلال إعلام صادق يعكس الأشياء الصادقة إلى العالم، يعني عكس الناس اللي بيعملوه حاليا موجود حاليا. نعم. طيب أنت شايف إنه أنت وصلت للحاجة اللي أنت أصلا كنت راسمها، ولا لسه ما زلت في عمرك ده شايف إنه أنا اللي قدام إن شاء الله حاعمل لسه زيادة، ولا شايف إنه كده راضي تماما عن أنت قدمته؟ للإعلام يعني في مجال الإعلام بالتأكيد. لا، عايز أتقدم أكثر من ذلك يعني. طبعا زي ما قال أخونا الإعلام بحر لا ساحل لها. أريد أن أتعلم أكثر. الآن أنا أعتقد بتقديم أو حاجات زي ده يعني تمكنت أكثرهم، لكن إلى القدام. وأيضا أريد أن أتعلم كثيرا من اتجاه آخر، كاميرا وديتين وحاجات زي ده. تكون إعلامي شامل.
اعلام شامل. نعم. عبد الكامل، نتمنى لك التوفيق في هذا المجال وهذا المشوار، طبعا مجال صعب جدا انك تقدر توصل رسالتك. سعيدين جدا انك كنت معنا، حدثنا عن تجربتك الاعلاميه، بنتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وانا سعيد جدا واشكركم شكرا جزيلا. الله يديك العافيه، شكرا لك.